طعم كيكه اكلناه من يوم ما بدات تعملي كيكه، مع اني بعمل كيكه اعلى من كده واحلى من كده، بس الكيكه دي بالذات كان طعمها حلو قوي. اول حاجه كده يا حبايبي هنحط اللبن على النار، واعمليها واللبن بيغلي واتفرجي على جمال. يعني يغلي اللبن كده وهاتيه من على النار، وهتشوفي دلوقتي هنعمل فيه ايه. هطلع الكيك معاكي ماليش حل والله يا جماعه. كوبايه ونص لبن، لان انا عامله صينيه كبيره انتوا شفتوها طبعا. يغلوهم غليان كده، هتشوف النتيجه. حطهم على النار وارجع تاني. حطيتهم على النار. هنعمل ايه مع بعض بقى؟ 6 بيضات بلدي، طبعا حجمهم صغير. لو انت هتعملي بيض مزارع يكفي 5 أو 4. ولما تيجي تفتحي البيض تفتحي واحده بواحده، كل واحده في طبق لوحدها، لان ساعات بيبقى فيهم ايه بيض مش مظبوط ويبوظ معاك البيض كله. وهننزل عليهم بكوبايه وربع سكر. طبعا لو عايزه تحط كوبايه بس كفايه بقى يعني، بس عيالي بيحبوا الحاجه مسكره يعني. هنقول كوبايه ونص كده عشان تبقى ايه مسكره جامد معاهم يعني. يبقى اللبن قد السكر. نحط تاني بقى اهم حاجه، الاضافه ديت بتفرق قوي معاكي في الكيك. شويه خل. اولا الخل بيحوش الزفره، وكمان بيخلي الكيك معاكي منتفخ وحلو. الاضافه بقى المهمه برضو زي الخل بالظبط، عصير ليمونه. عصير ليمونه كامله بيحوش الزفره وبيخلي الكيك فاتح معاكي وحلو قوي. حطوا بقى ايه شويه فانيليا. شويه دول ب5 جنيه، كنت بجيبهم ب2 جنيه في الايام دي. مكتريش منها لانها بتمرق. نضرب كله مع بعض بقى. نضيف بقى الزيت. الزيت كوبايه الا ربع، بس انا هحط نص كوبايه بس، والربع التاني احطه زبده. جربي انك انتي تحطي معلقه زبده بس كده على الايه على الكيك، بيبقى طري معاكي وحلو قوي. انا كنت دايما بعملها بالزيت، بس بصراحه جربتها اخر مره اللي انا ضفت عليها قطعه زبده صغيره كده فرقت معايا قوي. يعني نضرب بقى تاني. حط بقى معلقه زبده، معلقه الزبده الكبيره اهي، هحطها على اللبن عشان تسيح مع اللبن. على ما الزبده واللبن بقى يسيحوا مع بعض ويغلوا كده، هنحط ايه الدقيق. طبعا انا نخله الدقيق 3 مرات او مرتين على الاقل خالص، ودول 3 كوبايات دقيق بالكوبايه دي برضه بالمج ده. طبعا ذره الملح احطها ايه شفشق الخلاط. بصوا بقى تجربوا انك تعملي باكو محسن كيك وباكو كيك شيف. لو انت عامله صينيه كبيره زي كده، لو صينيه صغيره هتعملوا نص ونص، تفرق قوي برضو معاكي في الكيك. معلش هضربهم طبعا مع بعض كده. بسم الله. نضيف الخليط ايه تدريجيا كده، اضرب على طول. ايد بتضرب وايد بتضيف في نفس الاتجاه، متغيرش الاتجاه علشان ايه ما يبقاش فيها فقاقيع من جوه ومتبقاش مظبوطه معاكي. انا عندي المضرب الكهربائي، بس حبيت اعملها معاكم كده علشان ايه اللي ما عندهاش مضرب كهربائي ما تكسلش. بنفس الطريقه تطلع معاكي مظبوطه ان شاء الله بالمضرب اليدوي.
ندهن الصينيه زيت ونبطناها بالدقيق. شوفوا الخليط، اعملي المقادير دي ان شاء الله تطلع مظبوطه معاكي. هنضربها ضربتين كده. طبعا مولعه الفرن من اول ما بدات احضر الكيك وانا مولعه الفرن، يعني قبل ما تبداي تعملي الكيك تولعي الفرن علشان تدخل على درجه حراره عاليه في الرف الوسطاني. بتاخد ربع ساعه، بتاخد قصدي 7 دقايق والنار عاليه خالص، وبعد السبع دقايق او 8 دقايق بكتير قوي بتعملي النار وسط. لو انت البوتاجاز، لو انت هتعملي في فرن البوتاجاز ايه العادي زي البوتاجاز بتاعي كده، اما لو فرن حراره هتعمليه على درجه حراره 180 درجه لمده تلت ساعه، وبعد كده تفتحي تبص عليها، واذا لقيتها مظبوطه تشوفها بسكينه او بخله، خلاص لقيتها مظبوطه تطفي عليها، لقيتها عايزه شويه نار كمان هتسيبيها. شايفين الرف الوسطاني حبيت اوريهولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هسيبها بقى ايه على درجه الحراره العاليه دي 7-8 دقايق، وبعد كده اعمل ايه النار وسط كده، بس مش هعملها دلوقتي طبعا غير لما تاخد 7-8 دقايق. هقفل عليها بقى وارجع لكم بعد تلت ساعه. بسم الله ما شاء الله. عدى عليها 25 دقيقة بالظبط وطلعتها لقيتها بالجمال ده، وكمان والله النور كان قاطع كان قاطع. بتكلم باللغة العربية الفصحى ليه؟ النور كان قاطع ساعتها والله. لسه راح افتح البوتاجاز لان عارفة ميعاد النور، قلت بقى الحقيقة بسرعة، يا دوب بفتح البوتاجاز لقيت النور قطع، فقلت مش مشكلة بقى، فنورت بالكشاف كده. وبعد ما طلعتها مباشرة دهنت وشها بشوية شربات كده، شويه شربات بارد طبعا، حطها في التلاجة باستمرار الحاجات اللي زي ديت. وبعد كده نزلت عليها بشويه جوزة هند كده، العيال كلوها من غير شاي، عشان كده كنت مقطعاها قطع ايه كبيره، قطع عريضه. لما اكون بقى بقطعها للشاي بعملها رفيعه كده زي البسكويه. وما شاء الله يا جماعه والله كان طعمها رهيب، اقسم بالله. العيال قالوا لي يا ماما اجمل طعم كيكه اكلناه من يوم ما بدات تعملي كيكه، مع اني بعمل كيكه اعلى من كده واحلى من كده، بس الكيكه دي بالذات كان طعمها حلو قوي. مش عارفه ايه بالظبط السر اللي فيها والله يا جماعه. وقالوا لي امي بقى تعملي لنا واحده ناكلها بالشاي يا ماما عشان نفطر بيها، فقمت لقيتها على طول بعد ما خلصت ديت عملت واحده بنفس المقادير، وطلعت ما شاء الله برضو جميله زي. اذا كان الفيديو عجبكم متنسوش باللايك، والضيوف الجديده اتمنى تشترك في قناتي وتفعل الجرس على الكل. دمتم في رعايه الله وامن.